حول مختلف المعلومات والأرقام ودورها في رسم مستقبل مصر. بيدور هذا الحوار مع ضيفي الكريم الأستاذ مدحت الشريف، الخبير في الاقتصاد السياسي والشؤون الأمنية. أستاذ مدحت، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. طيب، علشان نبتدي ناخد شكل من مدخل مقنع بالنسبة لنا في مع موضوع الإرهاب. الإرهاب بصفة عامة هو عبارة عن مثلث ليه 3 رؤوس. الرؤوس الثلاثة هي الفرد، ثم المعدة، ثم التمويل. الثلاث رؤوس اللي أنا بتكلم عليهم دول، أو ال3 رؤوس اللي أنا بتكلم عليهم دول، في حالة وجود أي رأس من الرؤوس الثلاثة دول حصل فيه نوع من الخلل أو اختفى، فالعملية الإرهابية بتفشل. الأخ دغمش أو ممتاز دغمش من حوالي 6 أيام أو 7 أيام كان طلع بعض التصريحات بيقول فيها أن بيهدي الجيش المصري 10 سيارات مفخخة بمناسبة احتفالات أكتوبر. فإذا هناك تهديد واضح من داخل قطاع غزة بأشخاص معينين بيتكلموا عن أحداث هتتم وبيتم تنفيذ هذه الأحداث وبدقة. السيارات المفخخة اللي احنا شايفين انها بتتم استخدامها حاليا زي ما قلت لحضرتك هي جزء من المعدة، وهناك فرد مدرب لاستخدام هذه السيارات، والسيارات دي غالبا ما بيتم تفجيرها من خلال شريحة السيمي كارد اللي هو بتاع التليفون العادي خالص، وغالبا السيم كارد اللي بيبقى محطوط ده بيبقى محطوط يا اما من يعني توصيله او الكونكشن ما بينه وما بين شركه الاتصالات الاسرائيليه في الداخل، وبيستخدم من داخل قطاع غزه غالبا. هتكلم اولا على التمويل بعد اذن حضرتك. اتفضل. طبعا التمويل مشكله عويصه جدا. عمليه التمويل انه دلوقتي بنقول ان الفلوس ازاي تصل للعناصر الارهابيه هنا، ايا كان جماعه الاخوان او خلاف جماعه الاخوان، كيف يستطيع ان يحصل على التمويل الكافي؟ في بره مصر كثير من اعضاء مصر سواء دول او انظمه استخباراتيه او خلافه مستعدين يقدموا مليارات لزعزعه استقرار في مصر. اللي انا عايز اوصله في الاخر، التمويل بيوصل منين؟ التمويل بيوصل من باشكال مختلفه. التحويلات الخارجيه، وده الى حد كبير قوي اللي بتتحول لبعض الاشخاص او الشركات اللي موجوده داخل مصر بحجه ان هي تسويه مديونيات سواء صادرات واردات اعمال مقاولات خارجيه وخلافه، وده الى حد كبير قوي في متابعه ليها حاليا. في شكل تاني من اشكال التمويل من خلال شركات موجوده داخل مصر بالفعل مملوكه لاشخاص وبتعمل لصالح جماعه الاخوان المسلمين، وكانت مشاركه فيها بنسبه كبيره، والاشخاص دول ما هم الا شكل او منظر بس فقط لا غير. والشركات دي كتير قوي، فيها مدارس خاصه وفي شركات تجاره مواد غذائيه وشركات كتير ما فيش داعي ان احنا نخوض فيها، ولكن هناك شركات كثيره، ومن الواجب ان احنا نكون في حركتنا اسرع بكتير منهم بان احنا نبتدي نتابع هذه الارصده ونجمدها ونبتدي يبقى عندنا متابعه ليها. بعض الجمعيات الخيريه اللي المفروض انها بتقوم بنشاط دعوي اللي انحرفت عن اتجاهها وكانت بتجمع الصدقات مني ومن حضرتك ومن اخرين. عمليات التهريب للاموال من الخارج، التهريب من الخارج بيتم ازاي؟ ما بيتمش في فلوس سايله فقط لا غير. الاخوان سبق في حادث كان حصل في خلال عصر الرئيس مرسي. ان واحده من بنات الاخ خيرت الشاطر كانت بتهرب نص كيلو الماظ خارج مصر، وتم القبض عليها في مطار القاهره، وطبعا تدخلت رئاسه الجمهوريه وافرجت عنها وخلافه. ده احد يعني مؤشرات. الالماس سهل جدا انه بيتهرب سواء في كونتينرز مع اشخاص جايين من الخارج، وبيتحط في شنط والكميه صغيره قد كده، وبيتم بتتفك وتبقى فلوس كتير جدا وتمول عمليات ارهابيه كتير جدا، لان معظم العناصر اللي بتقوم بالعمليات الارهابيه ما هياش مقتنعه باللي بتقوم بيه، لا ده بيزنس، تاخد الفلوس عشان تنفذ. طيب، اما حاجه بقى انا اتكلمت على جزء التمويل سريعا لو سمحت يا فندم. طيب، وهتكلم بقى على الجزء الخاص بسينا. سينا يجب ان احنا نبتدي نفرض شكل من التأمين على النطاق اللي ما بيننا، او النطاق الامني او الارض اللي ما بيننا وما بين حدودنا مع غزة. يجب ان المنطقة دي تزال منها جميع المنازل الموجودة فيها في نطاق معين عشان الانفاق ما تبقاش مؤثرة بالسلب، ونستطيع ان احنا نحكم السيطرة على هذه المنطقة. العربيات المفخخة اللي دخلت تم تجهيزها فين؟ في عربيات تم تجهيزها داخل غزة ودخلت من خلال انفاق. اذا هناك انفاق لغايه دلوقتي بتعدي من غزة لغايه عندنا 9 سيارات، ودي نقطة مهمة جدا جدا زي ما بقول لحضرتك. فاذا انا محتاج ان انا ادي زي ما اديت التفويض للقوات المسلحة بانها تحارب الارهاب، لازم اديها الامكانية في كده، واهالي سينا لازم يتعاونوا في هذا الشأن.